السلام عليكم أخوتي في قناتكم لمسات استبرق. اليوم جبت لكم وصفة فطائر البيتزا أو البيزويش بعجينة قطنية وخفيفة، بلا ما ننساو البنة والمذاق الرائعين. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نحتاج في هذه الوصفة كأس من الماء الدافئ، نضيف له ملعقة كبيرة خميرة وملعقة كبيرة سكر، وبعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة حليب بودرة. نخلط مليح المكونات ونتركهم يتفاعلوا حوالي 10 دقائق. حبيت نقول لأخواتي هذه العجينة جد قطنية وخفيفة، وكل وصفاتي اللي نقدمهم في هذه القناة مضمونين ومجربين عدة مرات. بعد ما تركناهم يختمروا ويتفاعلوا لمدة 10 دقائق، نضيف المقادير المتبقية. نضيف 4 ملاعق كبيرة زيت وبياض بيضة، ونترك الصفار به ندهن به وجه الفطائر فيما بعد. نخلط مليح المكونات حتى يمتزج الزيت مع بياض البيضة والمكونات السابقة. في الأخير نضيف الدقيق. أنا استعملت حوالي 4 كؤوس ونصف. نضع الكأس الأول من الدقيق، ثم نضيف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نخلط المكونات جيدا، بعدها نضيف الكمية المتبقية من الفرينة. بالنسبة للدقيق ممكن تستعملوا أقل، وهذا حسب نوعية الدقيق المستعملة. وننصحكم أخوتي العجينة لموها بيديكم باه تتحكموا في القوام، والفرينة تضيفوها تدريجيا حتى تلتم معاكم وتكون تلتصق. وبعد ما استعملنا 4 كيسان ونصف من الفرينة، نحط شوية زيت في يدينا ونضع العجينة في طاولة العمل ونعجنها حوالي دقيقة فقط. بعدها نحطوها في إناء ونغطوا عليه ونخلوها تختمر. في هذا الفيديو راني نحاول نبين لكم كل خطوات العمل وطريقة التحضير باه تنجح لكم هذه العجينة، لأنها صراحة تستحق التجربة. تجي خفيفة بزاف وقطنية. بالنسبة للحشو أنا استعملت الدجاج، كنت قطعته قطع صغيرة، والكمية انتم تتحكموا فيها. وفيما يخص التوابل أنا استعملت ملعقة صغيرة من الكركم والفلفل الأسود، وملعقة صغيرة توابل خاصة بالدجاج، وملح. وأضفت نصف علبة ياغور طبيعي باه الدجاج ما يكونش ناشف. نخلط مليح الدجاج مع التوابل والياغورت الطبيعي ونخلوهم حوالي ربع ساعة باه الدجاج يتشرب كل التوابل. وبعدها نحطهم في مقلاة ويكون الزيت ساخن. نقلوا الدجاج جيدا ثم نضعه على جنب. بعد ما نحط الدجاج على جنب، نروح نحضروا صلصة الجبن. واش نحتاج فيها؟ نصف لتر من الحليب، قطعة جبن، وكمية من الجبن المبشور، فلفل أسود وملح، وبلا ما ننساو ملعقة كبيرة دقيق. نخلط الحليب والدقيق مع بعض وقطعة الجبن. ممكن نستعمل براميكسر باه تمتزج المكونات جيدا، وبعدها نحطهم على النار مع الخلط المستمر. بالنسبة لصلصة الجبن هذه خطوة اختيارية، ممكن تستغنوا عليها، لكني فضلت لأن الحشو ما يكونش ناشف. بعد ما تذوب قطعة الجبن نضيف الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة ملح، ونحاول ما نكثروش الملح لأنه بطبيعة الحال الجبن مالح. بعد ما نشوف الخليط بدا يعقد ويثقل، نضيف الجبن المبشور. نخلط مليح المكونات حتى يذوب كامل الجبن ويبدا الخليط يثقل. نطفو عليها. في الأخير نضيف ملعقة صغيرة زبدة ونخلط مليح حتى تذوب، وبذلك نكون حضرنا صلصة الجبن، وهذا هو القوام المطلوب.
كما راكم تشوفوا أخواتي، العجينة راهي اختمرت ونروحوا نديغازوها أي نخرجوا الهواء منها. وكما راكم تلاحظوا أيضا تكون خفيفة وتلتصق في اليد. نقسم العجينة إلى 4 كويرات. بالنسبة لهذه الفطائر كبيرة الحجم، وإذا حبيتها متوسطة الحجم قسموها إلى 8 قطع. هنا نرشوا بالقليل من الفرينة باه نلموا هاد الليبول، وبعدها نبدأ في تشكيل الفطائر بواسطة الحلال. نرش الفرينة على طاولة العمل، وبواسطة الحلال نفتح العجينة طوليا. في هذه المرحلة ما تخافوش إذا رشيتوا كمية معتبرة من الفرينة، لأن العجينة كانت تلتصق وما راحش تنشف معاكم. بعد ما فتحت العجينة نضع صوص طوماط في القاعدة، بعدها نضيف قطع الدجاج اللي حضرته سابقا. في هذه المرحلة نضع كمية من صلصة الجبن. أنا هنا جبنت معايا، لكن بعد ما تحطوها في الفرن غادي تذوب معاكم. بعد ما نحطوا الصلصة نحط البطاطا كنت قليتها مسبقا. ممكن تستغنوا عليها، أنا فضلت تكون الفطائر معمرة مليح بالحشو. بعد ذلك نضع الجبن المبشور وجبن السندويشات. هذا الحشو أنا استعملته، نتوما ممكن تغيروه، ماهوش ضروري تتقيدوا به. بعدها نغلق على الفطائر ونزير عليها بأصابع اليد، ونقلبها على الوجه اللي غلقنا عليه، ونحطها في صينية. كنت حطيت عليها ورقة طهي ومسحتها بالزيت باه نضمن أنه ما تلصقش معايا. وبالنسبة للمبتدئات نفضل أنكم تقسموا الفطائر إلى 8 قطع باش تسهل عليكم عملية التشكيل وما تجيكمش صعيبة كي تحطوها على الصينية. نحاولوا نعدلوا في الشكل بعد ما نحطوها على الصينية. ونكرروا العملية باش تشوفوا مليح كامل الخطوات. صدقوني هذه العجينة قطنية وما راحش تندموا عليها إذا جربتوها. بعد ما شكلنا الفطائر ندهنوها بصفار البيض. كنا ضفنا له ملعقتين كبيرتين حليب، ونكونوا شعلنا على الفرن باه يسخن معنا. في الأخير نزين الفطائر بالزيتون الأخضر مقطع والزيتون الأسود، ويبقى التزيين اختياري. واستعملت في التزيين أيضا جبن السندويشات، كنت حطيته في المجمد وقطعته شرائح طوليا.
بعد ما نزين فطائر البيتزا تاوعنا نحطوها في الفرن مسخن جيدا. فطائر البيتزا راهي طابت وصراحة حتى بالعين وراهي تشهي. عجينة قطنية وخفيفة، وحتى الحشو مذاقه بزاف بنين. نتمنى تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم. وكما راكم تشوفوا العجينة طرية بالبزاف. إلى الملتقى أخواتي في وصفات أخرى بإذن الله.